أكيد طبعا ما بنرجعش زي الأول، بنتغير وبنتشكل وبنتبدل مع كل تجربة صعبة بنمر بيها في حياتنا، وكل موقف صعب وكل وجع بنمر بيه بنتغير خالص. كل حاجة نظرتك ليها بتتغير، علاقاتك، ردود أفعالك، قراراتك، ده حتى كمان ملامح وشنا بتتغير. احنا في الحياة مع كل صدمة قوية بنتغير وبنتولد من جديد، ميلاد لنسخة تانية خالص مختلفة عن النسخة القديمة اللي انت عشتها قبل كده. نسخة هي أفضل من النسخة اللي فاتت، نسخة بتتكلم بعقلها، بتتحكم في مشاعرها، بتعمل كل حاجة بوعي. ليه؟ لأن الصدمات اللي احنا مرينا بيها والوجع اللي احنا مرينا بيه كون شخصيتنا من جديد، خرج من جوانا بني آدم جديد بيعرف يفهم ومدرك كل حاجة بتحصل حواليه. أكبر غلطة بقى بنعملها إننا بننتظر نرجع زي الأول، غلط كبير جدا. هو بعد كل اللي حصل ده وكل التغيرات اللي حصلت لك دي عايز ترجع البني آدم القديم اللي انت كنت عليه؟ وده بقى اللي بيخليك ما تعرفش ابدا انك تتجاوز المرحلة اللي انت فيها دلوقتي، ما بتعرفش تتجاوز الوجع اللي انت عليه، ما بتعرفش تتجاوز المواقف الصعبة اللي انت عليها دلوقتي. ليه؟ نظرا لتعلقك بالبني آدم القديم اللي هو كانت حياته كويسة فعايز ترجع له تاني. فبقولك مش هترجع خالص، ومش مطلوب منك أبدا إنك ترجع تاني. الشخص القديم ده خلاص مات وانتهى وهيتنسي، ولازم يتنسي خلاص. دي بداية جديدة بمعالم مختلفة خالص عن الشخص القديم. والوجع والصدمات اللي انت مريت بيهم مش هيتنسوا، ولكن تأثيرهم على قلبك هيقل مع الوقت. امتى بقى؟ لما تندمج في الحياة وتستمر وتنسى القديم وتنسى النسخة اللي فاتت. انت دلوقتي نسخة جديدة، استوعبت وفهمت وحست مشاعر جديدة ومختلفة لكل حاجة. لكن تعلقك بالنسخة القديمة منك وانتظارها انها ترجع تاني ده موت بالبطيء. مفيش حاجة بترجع تاني، كل حاجة بتاخد وقتها وتنتهي. واقول لك على حاجة، المرحلة اللي انت فيها دي كمان دلوقتي مع الوقت هتولد من خلالها مرحلة جديدة خالص غير الاتنين القدام اللي انت كنت عليهم. ودي رحلة الحياة. اوعى ابدا ترجع لدايرة الارتياح اللي انت كنت عليها قبل كده وتقعد تفكر فيها، خلاص هي انتهت والله ومش هترجع تاني. فعيش الانسان الجديد اللي انت عليه دلوقتي، عيش الانسان الجديد اللي بيبص لكل حاجة بوعي مختلف، وده فعلا اللي هيخليك تدوق طعم ومعنى جديد قوي 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 للحياة انت ما كنتش مدركه قبل كده. كتير قبلك مروا بظروف وبصعاب وشخصيتهم قويت، لكن طول ما انت منتظر الشخص القديم اللي شخصيته ضعيفة وبيخاف من الناس وبيخاف يتعرض لمواقف صعبة وبيخاف دايما، عمرك ابدا ما هتتطور في حياتك. ربنا عمل كل اللي حصل معاك ده علشان يخليك تتطور لشخصية اعلى من اللي انت عليها، يخلي قلبك جامد، يخلي عندك ثقة في نفسك، يخليك تواجه الحياة وانت كده صدرك مفتوح، ما انتش خايف من اي حاجة خالص. فقوم وانطلق يا صديقي في الحياة، لسه الايام جايه كتيره قوي 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 قوي. ارمي اللي فات ورا ظهرك وبص على اللي جاي فيه ايه، وما تقلقش، ربنا في ظهرك.